السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله غادي نحضر معكم الكونفيتير ديال السكنجبير والحامض. بسم الله غادي نشوفوا الطريقة. 250 غرام ديال السكنجبير، 500 غرام ديال السكر، كاس ديال عصير الليمون وكاس ديال عصير ديال الحامض. من بعد ما نقيتو غادي نقطعوه طريفات صغار. صافي غادي نديروه يغلي واحد شويه، من بعد كنصفي عليه هذا الماء هذا لان كيكون حار. ما كنخليوش يغلي بزاف، غير كطلع فيه داك الغليه صافي كنصفيوه. عاد غادي نزيد له السكر، قلنا 500 غرام، وكاس ديال العصير الحامض، كاس عصير ديال الليمون. صافي غادي نشعل البوطه، كنحرك مزيان وكنخليه غير كيبدا يغلي. راه كيدير لنا واحد الكشكوشه خصنا نحيدوها. هي بدات كطلع، كنحيدوها بمعلقه بحال هكذا. صافي حتى كنحيدو داك الرغوه اللي كطلع لينا كامله. نتوما كتشوفوا كيبدا كيغلي وحنا كنحركو. مع التحريك حتى كيبدا يتعسل لينا كونفيتير. هانتوما كتشوفوا دابا هو طاب وجد، اللون ديالو كيتغير. مع هذا البرد هذا مفيد بزاف. دابا حيت باقي سخون، ملي كيبرد شويه عاد كيولي كيتجمع، وهذا هو الشكل ديالو. كنتمنى الفيديو ديالي من الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف في المشاهده والتشجيعات ديالكم، والى اللقاء الوصفه اخرى ان شاء الله باذن الله.